يا نور، أنا كبرت وظهري انحنى من كتر ما شلت في الدنيا. ربيت ولادي الصبيان على عيني، علمتهم، سهرت على مرضهم، وقفت جنبهم لحد ما كل واحد فيهم بقى راجل ببيته. كنت بقول يوم ما يتجوزوا بيتهم هيفضل مفتوح لي وولادهم هيجروا في حضني. لكن حقيقة يا بنتي، أنا بقيت ضيفة تقيلة عليهم. حتى زوجاتهم ما بيجوش ولا حتى بيكلموني، ولا واحد فيهم قال لمراته قومي زوري أمي، ولا حتى جاب لي حاجة صغيرة من نفسه. بيعدي العيد والمناسبات وأنا قاعدة في بيتي لوحدي، لا ضحكة ولاد ولا ريحة أكل كنت بعمله زمان. حتى لما تعبت محدش سأل انتي محتاجة حاجة يا أمي؟ يا نور، مش الوجع في الوحدة، الوجع في النسيان، لما تبقي عايشة وكأنك مش موجودة. عارفة يا أمي، أصعب إحساس إن الأم تلاقي نفسها منسية بعد ما فنت عمرها عشان ولادها. بس صدقيني اللي بتعمليه بحب ربنا ما بينساهوش. القلوب ساعات بتتغير، ويمكن مش كل الناس تعرف قيمة النعمة اللي في إيديهم، بس ربنا قادر يعوضك بألف طريقة. املي أيامك بحاجات تحبيها، وقربي من الناس اللي بتقدرك حتى لو مش من دمك. انتي لسه ليك قيمة كبيرة، ولسه في خير ممكن تعمليه لنفسك. اكرمي نفسك زي ما كنتي بتكرميهم، وحبي نفسك زي ما كنتي بتحبيهم، وسيبي الباقي على ربنا، هو اللي بيجبر القلوب.